الفنانة سعاد حسني من الفنانات اللي كان ليهم علاقة بأكبر رجال الدولة، واللي كان عندها أسرار عن أدق التفاصيل اللي بتحصل، وده اللي كتبته في مذكراتها. بس اللي ناس كتير ما تعرفوش إن سعاد حسني كان ليها أفلام خارجة اتصورت لها من خلال صفوة الشريف، ودي بقى حكايتها حكاية. طب ازاي اتصورت لها الأفلام دي؟ وهل علشان تتهدد بيها؟ ومين اللي ساعدها وحاول ينقذها من الأزمة دي؟ وازاي دفعت سعاد حسني عن اسمها وشرفها؟ يلا بينا نحكي لكم كل الحكاية بالتفصيل. مذكرات الراحلة سعاد حسني فيها مفاجآت كتير جدا، أهمها إن صفوة الشريف صور ليها حوالي 18 فيلم إباحي علشان يهددها بيهم وتنفذ كل طلباته. وفي مرة ابن الرئيس الراحل معمر القذافي شاف الفيديوهات دي مع صفوة الشريف، وحكى لوالده اللي من غير تردد حاول إنقاذ سعاد حسني من الأزمة دي، وعرض سنة 2000 على صفوة الشريف يشتريهم ب100 مليون جنيه مصري. صفوة الشريف وافق على العرض ده، ووعده إنه هيديله الأفلام دي في الوقت المناسب. علشان كده سعاد حسني صممت تكتب مذكراتها علشان تكون دفاع عنها وعن سمعتها واسمها ضد صفوة الشريف، ولكن ما لحقتش تنشرهم وتوفت في لندن. واعترفت سعاد حسني بانها لجأت للرئيس السابق حسني مبارك وقالت له على الموضوع ده، ولكنه ما اهتمش. وبعدها مبارك قال لصفوة الشريف بان سعاد حسني راحت له وحكت له، وصفوة راح لها بيتها واتخانقوا خناقه جامده جدا. مذكرات سعاد حسني كشفت كمان انها اتجوزت في السر من الفنان عبد الحليم حافظ بعد قصة حب كبيرة، لكنها انتهت بسبب الافلام اللي كان مصورها صفوة الشريف لسعاد حسني. سعاد حسني قالت في مذكراتها انها طلبت من صفوة الشريف انه كفاية افلام لحد كده ليها، لانها خلاص قررت تستقر وتتجوز عبد الحليم حافظ. لكن صفوة الشريف كان متمسك بيها جدا، وكان دايما يقنعها ان مصلحتها مع السلطة مش في الجواز. من الاخر صفوة الشريف كان بيخلص مصالح من خلال سعاد حسني، وده اللي خلاه يصور لها 18 فيلم إباحي. صفوة الشريف فضل يفكر وقرر انه يبعد عبد الحليم حافظ عن سعاد حسني علشان تستمر العلاقات اللي بينهم، فقرر انه يعزم عبد الحليم حافظ عنده وفرجه على فيلم من افلام سعاد حسني الإباحية. عبد الحليم حافظ اتصدم من اللي شافه ومشي بسرعة، وهو في طريقه نزف وتعب جدا، وفضل عازل نفسه أيام بسبب إن صفوة الشريف طلب منه يبعد عن سعاد حسني علشان مصلحة البلد. لكن بعد تفكير كتير عبد الحليم حافظ قرر إنه يرجع لسعاد حسني، ووعدها إنه هيساعدها وهيخلصها من سيطرة صفوة الشريف. وفعلا عبد الحليم حافظ راح لجمال عبد الناصر ووعده إنه هيخلص الموضوع ده نهائيا.